هلو فاميلي. النهارده فيديو جديد، مش عارفه ايه المعلومه في كده. المهم ان انا في فيديو النهارده مش هشرب حاجه، بس ثبتوا الفيديو، هاتوا اي حاجه تشربوها تاكلوها whatever، عشان احنا بنعمل اجواء قاعده مع بعض. بس انا لما عاوز اشرب حاجه اشرب ميه، عشان الصراحه مش قادره ان انا اشرب اي حاجه دلوقتي. يعني هفترض ان انتوا خلاص جبتوا حاجه تشربوها عشان الاجواء وكده. فيديو النهارده حاسه ان هو من اكتر الحاجات اللي انا فعلا بفكر فيها، ومش عايزه الموضوع يبقى يعني بايخ، عشان كل مره بنتكلم عن حاجه بقول لكم ان دي حاجه بفكر فيها كتير. بس انا دايما بحس ان انا عن نفسي بحب الفيديوهات تكون حقيقيه جدا، وان انا فعلا الحاجات اللي انا اتكلم فيها تكون حاجه انا بفكر فيها كتير، او حاجه ان انا اصلا بنصح نفسي فيها كتير. فانا اللي هو بكون بكلمكم وبكلم نفسي، بحس ان احنا اللي هو فاميلي بننصح بعض، عشان لو انا مش هطلع اقول كلام بقى عميق وخلاص، لازم بتكون حاجه انا بفكر فيها او كده عشان تبقى واصله لكم احسن. بس فانا بجد اكتر حاجه بفكر فيها كتير، وهو ان انا بخاف ان انا اكبر وما اعملش او ما اوصلش لحاجات كتير نفسي اوصل لها، او بخاف افضل ثابته في مكاني وما كنتش بحقق اي حاجه كتير. بخاف عامه ان انا حتى لما اجرب افشل، بخاف ان انا ما خليش اللي حواليا فخورين بيا، ما خليش inner child او ملك الصغيره اللي كان نفسها توصل لحاجات كتيره ما وصلش لاي حاجه. بحاول اقول لكم كل المشاعر اللي بتبقى في دماغي. بخاف ان انا مثلا اجرب حاجه، ففي الاخر في النص اكتشف ان دي حاجه مش حباها، انا مش حباها، او حاجه مش شبهي، او حاجه مش هتخليني مبسوطه، فكون اللي هو بدات اندم بقى ان انا بداتها اصلا. وبخاف ما تكونش هي دي الحاجه الصح ان انا اكون ماشيه فيها، او ان هي دي الحاجه اللي فعلا انا. فدايما ببقى في سايكل ان انا بفكر، ببقى متوتره، ببقى قلقانه. كل مره بكبر او اي عيد ميلاد بحس ان انا ببقى لها مبسوطه بعيد ميلادي وبكبر وبتاع، بس انا بجد بيبقى جوايا افكار كتيره قوي بتخليني متوتره او قلقانه. فبحس ان انا بجد بجد بخاف ان انا لما اكبر اللي هو ابص حواليا احس ان انا ما عملتش اي حاجه، او عملت حاجات كتيره بس ما فيش نتيجه بعد كل ده. فاللي هو بحس ان انا تايهه بقى في الدنيا، اللي هو انا بعمل ايه في حياتي ما اعرفش. فبخاف من الشعور ده. وانا عامه لو حد قال لي اكتر حاجه بتخافي منها، فانا بجد اكتر حاجه بخاف منها الوقت. وبخاف اضيع وقت، لان انا ببقى عارفه ان كل يوم هي يعني جورني رحلة. فأنا كل يوم ممكن لو عملت حتى حاجات بسيطة فيه، ممكن ده تفرق في الجورني بتاعتي بعدين. ممكن حتى لو ان انا اجرب حاجات جديدة دلوقتي، ان انا اجرب اكتشف نفسي اكتر، اشوف انا ايه الحاجات اللي شبهي، ايه الحاجات اللي ممكن بتخليني مبسوطة، ايه الهوايات اللي فعلا شخصيتي قوي فانا عايزة ان انا ابقى بعملها. فعامة فكرة ان انا اضيف لليوم حاجات تخليني اقرب اكتر من ان انا افهم نفسي اكتر، وافهم ايه الحاجات اللي انا عايزة اوصل لها قدام، دي حاجة بجد كبيرة. مع انها حاجة بسيطة جدا، اللي هو مثلا ان انا اصحى اجرب هواية جديدة مثلا، ممكن تكون حاجة مش انجاز، مش دايما اللي هو لازم تبقى حاجة كبيرة ان هي حاجة كبيرة فعلا، ان انا اشتغلت، ان انا نجحت في امتحان. هي ممكن تبقى حاجات صغيرة جدا بالنسبه للناس، ممكن حتى تبقى تافهه، بس انا بالنسبه لي لا، هي مش تافهه خالص. ان انا افهم نفسي وافهم شخصيتي وابقى عارفه كل حاجه جوايا دلوقتي، انا بفكر في ايه، انا حاسه بايه، كل حاجه ابقى فاهماها، وابقى اوبزرفر للي حواليا ومين بيطلع فيا احسن حاجه ومين بيطلع فيا اوحش حاجه، زي ما بقول لكم دايما. فانا بخاف ان انا لما اكبر احس ان انا ما عملتش اي حاجه، وان انا بجد واقفه في مكاني. فانا لما بفكر نفسي عشان اكمل لقدام، بيجي في دماغي حاجات كتيره قوي بفكر فيها، بتخليني افكر نفسي اللي هو لا، انا لازم اهدى شويه وافصل، واللي هو لا، انا لازم اقدر نفسي. فكره ان انا بحاول، لان دايما المايند سيت والتفكير بيغير طريقه انتاجك في اليوم عامه، او طريقه تعاملك مع اللي انت فيه دلوقتي او مع نفسك. حتى المقارنه بجد حاجه مرعبه. انت لما تقارن نفسك او رحلتك عامه، او الحاجات اللي بتحصل في حياتك دلوقتي او في يومك مع الناس اللي حواليك، هتحس ان في اللي هو في ناس كتير قوي بتتحرك، وناس كتير قوي مش عارفه بتدرس لغه جديده، فاللي هو بتزود من فرصتها، ممكن تشتغل قدام حاجه احلى. ناس بتسافر، ناس بتبدا تشتغل من وهي لسه بتدرس، مش عارفه مين قصه حب جميله جدا. فتحس ان انت متوتر، تحس ان انت عايز تلحق تعمل كل ده، عايز تلحق تحب، عايز تلحق تشتغل، عايز تلحق تعمل علاقات اكتر، تدخل نفسك في فرص اكتر. حاسس ان اللي هو
انا خايف لما اكبر ما بقاش في حياتي اي حاجه، فانا لازم اعمل كل حاجه دلوقتي، وبتبقى في ستريس كبير قوي لما بتقارن نفسك مع اللي حواليك. بس احنا لازم نعرف ان رحلتي غير رحله اللي حواليا، ومش شرط تبقى، هو كل قصه ليها تفاصيل مختلفه عن التانية، فانا ما ينفعش اقارن الستوري او الجيرني بتاعتي بحد تاني، لان انا ما اعرفش كل حاجه. وانا عايزه اقول لكم حاجه، ان بعيدا هتقارنوا نفسكم بالناس اللي في حياتكم او الناس اللي على السوشيال ميديا، فنمسك الاول السوشيال ميديا. كل حاجه على السوشيال ميديا تحسسك ان كل حاجه بتحصل بسرعه، يعني بجد بحس ان هي خلت كل حاجه اكنها سريعه. واحده عندها 19 سنه بدات بيزنس مثلا، حد عنده 21 سنه او اقل او اكتر شويه سافر، اللي بدا يكتشف العالم كله وبيسافر العالم. فانت تحس اللي هو طب انا فايتني حاجه، انا ليه ما بعملش كده، انا ليه ما بوصلش لده، ليه ما بداتش اعمل ده. فاللي هو بقى لسه صاحيه بقى بكتشف اليوم في ايه، وبقلب على السوشيال ميديا وبشوف انجازات كتيره وحاجات كتيره ناس بتعملها. فلما مخك، مع ان انت ممكن ما تكونش قصد ده، بس هو مخك لوحده بتبدا تقارن، واللي هو طب انا بعمل ايه، انا صاحي قاعد بشرب قهوه، بشرب اي حاجه وما بعملش اي حاجه في حياتي. يعني انا دلوقتي حاليا ما بعملش حاجه في يومي، ما بعملش حاجه في حياتي. فتبدا تحس بالفشل، تبدا تحس بالخوف، اللي هو لا انا مش عايز في المستقبل او مش عايز قدام تبقى دي حياتي. رغم ان انا اوريدي ممكن ابقى في الفتره دي بعمل حاجات ممكن الشخص اللي انا او الناس اللي بشوفها على السوشيال ميديا ما بتعملهاش. ممكن اكون الفتره دي بحاول ان انا اقرب او افهم نفسي اكتر. ممكن اكون بحاول ان انا ابقى فيرجن او نسخه احسن مني، كمايند سيت، كصفات جوايا. بحاول اطور من نفسي كشخص قبل ما ان انا ابدا بقى اعمل انجازات كبيره وافهم انا بحب ايه اكتر. ممكن ساعات الاهم من ان انت عامه تبدا تشتغل بقى وتعمل وكذا، ان انت تفهم الاول انت حابب ايه، تفهم انت ايه الحاجات اللي شبهك، الهوايات اللي بتبسطك في وقت فراغك تحب تعملها. تبقى فاهم عامه ان انت محتاج ايه دلوقتي، مش اللي هو انا عايز الحق اعمل ده وده وده وخلاص. ساعتها انت هتبقى بتعيش نفسك في ستريس، اللي هو انا عايز الحق، بدل ما تبقى اللي هو انا عايز اعيش حياه worth living، او حياه شبهي، حياه احب ان انا اعيشها، استمتع بكل يوم فيها، ابقى ناجح فيها. مش فكره انا عايز الحق، لا، فكره ان انا عايز ابني حياه حلوه ان انا اعيشها، مش اللي هو انا عايز ابقى الناس كلها بتتحرك وانا بتحرك معاهم وخلاص. لا، انا عايز اخد كل حاجه في وقتها، وابقى عارف ان كل حاجه في وقتها حلوه، وكل حاجه كده مكتوبه لي. بس فكره ان انا لازم احاول واسعى، دي اللي بتخليك شخص احسن. السوشيال ميديا عامه محدش بيطلع يقول هو تعبان قد ايه او متضايق قد ايه. كل واحد بيبقى عايز يبين قد ايه الحياه حلوه دلوقتي. دايما الواحد لما يبقى مبسوط، مسافر في مصيف، بيعمل حاجه هو بيحبها، بيبدا ينزل ويتفاعل بقى على السوشيال ميديا وكده. فانت اللي بتشوفه مش حقيقي 100%، والسوشيال ميديا ملهاش اي علاقه بالواقع. مفيش حاجه اسمها ان كل الناس لازم تنجح في نفس الوقت، يعني مفيش حاجه اسمها ان ده الوقت او ده اليوم، ده اليوم النجاح، خلاص انت لازم تنجح في اليوم ده. كل واحد بالقصه بتاعته، بالتوقيتات بتاعته. مفيش حاجه اسمها كان المفروض اكون في الحته دي دلوقتي، لان جمله عامه كلمه كان المفروض دي انا بكرهها، لان انا بحس ان كل حاجه في وقتها هو ده المفروض بتاعها، هو ده الصح بتاعها. المهم ان انت ما تعيش نفسك بس في وهم كلمه بعدين، اللي هو كل حاجه بعدين بعدين بعدين، هبدا اكتشف نفسي بعدين، هبدا اجرب اعمل اي حاجه بعدين، حتى لو سمول ستيبس او خطوات صغيره تضيفها ليومك. ان انا مثلا انا عايزه ابقى مثقف واتعلم وكذا، بس بعدين طب ما انا ممكن اجيب كتاب عادي، او ابدا اجرب اقرا، ممكن تبقى دي حاجه شبهي، حاجه احبها. ممكن انزل اتمشى شويه وتبقى عاده صحيه في اليوم ان انا انزل اتمشى شويه كل يوم. ففكره ان انا اقول بعدين لكل حاجه، دي الحاجه اللي بجد بحس ان هي ممكن تاخر لي كل حاجه، وان انا بجد ممكن بعدين لما اكبر احس اللي هو انا عايزه اجرب كل حاجه، بس انا بجد بقى دلوقتي فعلا مش قادره اعمل ده. فبدل ما نأخر وكل حاجة تبقى بعدين، اي حاجة لازم او حلو ان احنا نبدأها نقول عليها بعدين، ده الغلط. لكن برضو مش صح ان انت تبقى اللي هو عايز تعمل كل حاجة دلوقتي ولازم، وانا المفروض ابقى كذا ومفروض ابقى كذا. مش المفروض، ساعات اصلا المفروض والصح ان انت بس تاخد بريك من كل الاسترس اللي انت بتفكر فيه، ومش صح ان انت تلاقي اجابات لكل الاسئلة اللي في دماغك، وان انت تبقى فاهم وعارف خطط كل سن هتعيشه، وانت رايح فين وهتشتغل ايه وهتعمل ايه وهتتجوز امتى. مفيش حد عنده كل حاجة فاهمها للدرجة دي. مش صح خالص ان انت تبقى معايش نفسك في اللي هو لا انا لازم الحق، انا لازم واعمل واجي. غلط. وساعات الصح ان انت تبقى بس قاعد بتفكر وبتحاول تفهم نفسك،
وتحاول تضيف واحدة واحدة، مش فجأة كل حاجة، عشان ما تحسش ان انت عايش في ستريس. تحاول تفهم وتقرب اكتر من شخصيتك، واللي هو لا انا هحاول اي حاجة هقول عليها بعدين ابدأ اعملها فعلا دلوقتي. بعد كده لازم ان انت تحب اللي انت فيه دلوقتي، يعني بدل ما تقعد تفكر قد ايه انت خايف قدام تبقى ما فيش حاجة في حياتك وان انت شخص تعيس وفاشل وكذا وكذا، لازم من الاول تبدأ تقدر اللي انت فيه دلوقتي. لان انا بحس ان حتى لو اليوم ما فيهوش حاجة، فانا في ايدي ان انا اتحكم بتفكيري، وان انا زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديو بتاع اللي هو المين كاركتر انرجي وكده، ان اللي هو انا ممكن اصحى اقرر انا النهارده هيبقى اليوم حلو، هنزل حتى لو هنزل لوحدي، هخرج اشوف ناس بحبهم بيخلوا طاقتي حلوه، بتبسط، ممكن ابدا اعمل اروح الجيم شويه. انا في ايدي ان انا اتحكم في تفكيري، وان انا لا مهتم ان انا ابسط نفسي، فانا هعمل ده زي ما قلت لكم في كذا فيديو قبل كده. لما تقدروا اللي انتوا فيه، حتى مثلا نفترض ان انا دلوقتي حياتي ما فيهاش اي حاجه ناجحه او اي حاجه مفيده، ما بشتغلش مثلا، ممكن اقدر اللي انا فيه، فكره ان انا بحاول اخلي اليوم احسن، حتى لو دي حاجه ممكن تبقى بسيطه في نظر ناس حواليا. ممكن حد في حياتي يقول لي لو انت ما بتعملش اي حاجه مفيده في يومك، ايه اللي انت بتعمله، ان انت بتضيع وقت، انت فاشل، انت كذا كذا. انا في نظر نفسي انا مقدر اللي انا فيه، وفكره ان انا بحاول، لان مش كل الناس اللي حواليك تبقى شايفه محاولاتك دي، مش كل الناس تبقى شايفه ان انت فعلا بتحاول تبقى احسن، بتحاول تفهم نفسك اكتر، حاول تعرف انت عايز تجرب ايه اصلا. ففكرة ان انا دلوقتي انا في مرحلة في حياتي ان انا بحاول وبجرب، دي مش حاجة يعني نقلل منها خالص، دي حاجة كبيرة جدا. والشخص او اي حد في حياتك يحسسك ان انت دلوقتي بتضيع وقت وان انت فاشل، انا شايفة ان اي حد عامة بيطلع نيجاتيف انرجي او طاقة سلبية جواك وبيخليك تفكر ان انت انسان فاشل، ده شخص حاول يعني تجنبه شوية، او حتى لو هو الكلام يدخل من هنا يطلع من الناحية التانية، ما تخلوش كلام اي حد يأثر فيكو. وحتى لو انا بضيع وقت دلوقتي او ضيعت وقت كتير، اذا كان ان انا المفروض مثلا اذاكر دلوقتي او اعمل حاجة دلوقتي وانا ضيعت وقت، او عامة انا مفيش حاجة اعملها بس انا بضيع وقت، فاحنا كلنا لازم نفكر بعض ان احنا مجرد بشر، طبيعي ان انا اضيع وقت، عشان انا مش متحكم، مش اعدادات بخش اتحكم بنفسي اللي هو لا انا مش هضيع وقت، انا هعمل كذا وكذا وكذا في اليوم. كتير بنكتب تو ليست وفي الاخر ما بنعملش حاجه من اللي مكتوبه غير حاجه واحده ممكن. فلازم نفكر نفسنا ان انا انسان طبيعي ان انا اضيع وقت، دي حاجه طبيعيه جدا، بس انا لازم افكر نفسي اللي هو لا انا عايز قدام ما تبقاش دي حياتي، عايز ابقى وصلت لكذا وكذا، او عايز على الاقل ابدا في الطريق ان انا وانا بكبر ابقى بفهم نفسي لحد ما اوصل وابقى عارف انا عايز ايه كويس فاوصل له. فدايما طريقه تفكيرك هي اللي بتغير طريقه تعاملك مع نفسك عامه، وانت هتبقى ايه بعدين. فبدل ما اكره نفسي في اللي انا فيه دلوقتي، ممكن ابدا اقدره واقدر الحاجات اللي انا بحاول اعملها، مش لازم اكون بعملها، لا انا بحاول افهم نفسي الاول، بحاول اكتشف. المحاولة الوحيدة دي حاجة كبيرة قوي، وربنا شايف كل المحاولات والسعي والتعب اللي احنا بنحاول نعمله. وحتى لو اللي حواليك مش مقدرين ده، انت لازم تقدر نفسك، عشان دي مش حاجة صغيرة خالص ان انت تكون بتعملها، انت بتعمل حاجة كبيرة، مش لازم تكون مايلستون او معجزة او حاجة اللي هو ابقى فخور نفسي ان انا عملت كذا. انا فخور ان انا فاهم مشاعري وعارف ان انا دلوقتي متضايق، حاسس ان انا تايه، بس بحاول، ودي الوحيدة كبيرة. وزي ما قلت لكم قبل كده، في ناس بتخاف تبدأ اي حاجة في حياتها عشان خايفة تفشل او خايفة من النتيجة في الاخر. هرجع واقول تاني، بما اننا بنتكلم المرة دي بالذات عن حتة اللي هو الخوف من المستقبل، فانا بفكر ساعات اللي هو انا لو ضيعت كل فرصة جاتلي او كل حاجة ان انا اجرب اعملها او ابدأ اعمل اي حاجة بفكرة ان انا خايفة ابدأ عشان خايفة افشل بعدين، انا فعلا بجد هوصل في الاخر لحتة انا مش حباها خالص. لان انا عشان كده بقيت اي فرصة تجيلي افكر فيها كويس، وافكر اللي هو انا مش عايزة ان انا كل حاجة اخاف ان انا ابدأها، انا عايزة ابدأ، عايزة اجرب، عايزة اشوف. وكل تجربة وكل حاجة بتبدأوها جديدة انتوا عامة بتكتشفوا نفسكم اكتر. يعني انا اكتشفت ان انا مثلا لما دخلت الجامعة اصلا اكتشفت ان انا شخص بيحب الكوميونيكيشن جدا، بيحب ان هو يتواصل ويتفاعل مع الناس، رغم ان انا كنت فاكرة طول عمري ان انا انطوائية قوي. اكتشفت ان انا بحب اقعد لوحدي كتير، بس انا بجد بحب اخرج يعني اكتر بكتير. وانا بحس ان انا introvert و extrovert برضو الاتنين، يعني بحب ان انا اتعامل جدا وبحب ان انا اقعد لوحدي ساعات.
ودي حاجه اكتشفتها لما دخلت الجامعه وبدات احس ان انا عايزه اعمل صحاب كتيره، وبجد كنت حابه الناس. فجاه كل تجربه هتبداوها جديده هتقربوا اكتر من شخصيتكم، هتكتشفوا اكتر صفات فيكم انتوا مش عارفينها. فلما كل حاجه تجيلي هبدا اخاف ان انا افشل بعدين. طب ما حتى لو فشلت ايه مشكله؟ انا حتى لو فشلت فانا اتعلمت، ولو جربت تاني وفشلت تاني. فهي دي الفكره، هي الحياه كلها كده، ساعات هفشل ساعات هنجح، بس لازم اجرب، لازم اكتشف نفسي اكتر، لازم افهم نفسي اكتر. في الاخر لازم نبقى فاهمين ان اللي عايز يوصل مش لازم يكون واثق طول الوقت، بس لازم يكون بيكمل وبيحاول مهما حصل. حتى لو تايه بقى، خايف يفشل، متوتر، قلقان، بس هو بيكمل. ضيعت وقت كتير بقى، لسه هتضيع وقت قدام. لازم دايما بتفكر نفسك وبتدي نفسك البوش عشان تكمل. حتى لو عملت اخطاء كتيره، فاحنا برضو لازم نفكر نفسنا ان احنا بشر، وفكره ان احنا بنحاول بجد حاجه كبيره جدا، ولازم نقدر نفسنا فيها. عشان لما تقدر نفسك بتبدا تحب نفسك اكتر، واللي هو لا انا ما يهونش عليا ان انا لما اكبر ابقى دي حياتي، وان انا ابقى متضايق او كذا. لا انا بجد عايزه اوصل نفسي لحاجات انا حاسه ان انا استاهل اوصل لها، استاهل ابقى مبسوط، استاهل ان انا افهم نفسي، اكتشف واجرب، استاهل اعيش حياه عامه احب ان انا اعيشها. فلما بتقرب من نفسك اكتر وتفهمها بتحبها اكتر، وفعلا بتبقى مهتم وعايز ان انت توصلها لاحسن. فلما تبقى بتكبر واللي هو خلاص انت في الجورني مكمل، بتبقى اللي هو لا انا عارف ان انا بحب نفسي وفارق معايا ان انا ابقى مبسوط، فانا هعمل اللي اقدر عليه عشان اكتشف واجرب اكتر، واوصل بعدين لحاجات كتيره نفسي اوصل لها. بس فدي حاجات انا كنت بفكر فيها الصراحه، وحسيت ان انا عايزه اشارككم، والستوريز بتاعت الكاميرا اتملت، بس حاسه ان انا قلت كل حاجه كانت في دماغي الصراحه. وفي الاخر عايزه اقول بجد شكرا ان انتم موجودين في حياتي. انا بحب اتكلم معاكم قوي. وبس نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ممكن اعتقد يكون صغير اكتر من الفيديوهات اللي بصورها في العاده، بس مش مهم. بحبكم جدا، خدوا بالكم نفسكم. جود نايت.